هو فعلا ممكن إمام عاشور يمشي من النادي الأهلي مع نهاية الموسم؟ تابع معايا للآخر وهتعرف إيه القصة بالظبط. شوية ناس بتقول إن في عرض من نادي ميلان وبعدها نادي توتنهام، وبعد أزمته الأخيرة بالنادي الأهلي برضه ظهر أكتر من عرض عايز يضم إمام عاشور، زي فريق باريس سان جيرمان وفريق لانز بالدوري الفرنسي. وهنا بقى خرج مصدر من النادي الأهلي عشان يكشف القصة بالشكل الكامل، وأكد إن حاليا مفيش أي عرض رسمي لضم إمام عاشور، وتابع إن في حالة وجود أي عروض رسمية مش هيقل سعر خروج إمام عاشور عن 10 مليون دولار. وأضاف إن فكرة خروج إمام من النادي مش مطروحة حاليا. ومن ناحيته أكد وكيل أعمال إمام عاشور إنه فعلا جاله عرض من أحد الأندية الأوروبية، ولكن كان للسؤال عن سعر إمام، يعني مش عرض رسمي، ده طلب مالي. وفي الوقت الحالي إمام بيتدرب بشكل منفرد عشان يرجع تاني لحسابات الجهاز الفني والمدرب، وده بعد انتهاء فترة إيقافه يوم 11 فبراير الحالي. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.